الماتش خلص بس الاحتفالات ما خلصتش. يعني انتوا ما قريتوش تاريخ كلاحة جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي كلح بطريقه ما تتوقعهاش. احنا جمهور مسمين نفسنا الجمهور الكلح، اللي هو بنسيبك تزيد قبل الماتش ونسيبك تفرح قبل ما تلعبنا، لكن بعد ما بتلعبنا بنوريك الكلاحة على حق. انت قاعد تقول واحد اتنين، الطعمية راحت فين؟ وخدت طعمية وجابت لك حموضة ووقفت على قلبك. انت ما جربتش كلاحة جمهور الاهلي قبل كده. يعني مشكلة جمهور الاتحاد السعودي ان هو ما جربش كلاحة جمهور النادي الاهلي. احنا جمهور كلح، ما تتكلحوش معانا وما تجربوش ان انتوا تبقوا كلحين معانا. في غيركم مجرب الكلاحه دي، اسالوا يعني اقروا تاريخ كلاحه جمهور النادي الاهلي. مش هقول لك اقرا تاريخ جمهور النادي الاهلي لانك لحد ما تموت هتفضل تقرا، وكل لما بتقرا هتلاقي ما بيخلصش، عشان احنا قافشين كده كاتب التاريخ يعني مجندينه عندنا. كل يوم يكتب، كل يوم يكتب، كاس العالم يكتب، بطولة افريقيا يكتب، دوري مصر يكتب، كاس مصر يكتب. ما تتكلحوش مع المصريين، يعني خليكوا كده ايه حلوين وحبونا، حبونا يعني زي ما احنا بنحبكوا، بس ما تتكلحوش مع جمهور الاهلي. يعني النادي الاهلي انتوا عارفين ان هو اكبر نادي في الوطن العربي كتاريخ بقى وكبطولات وككل حاجه. الهلال الزعيم خد 4 في كاس العالم للانديه، في بطوله رسميه قاريه بطوله عالميه خد 4. العميد وخد 3 في ارضه ووسط جمهوره وفي ملعبه. في ملعبه جمهور الاهلي احتل ملعبكم، ملعب الجوهره جمهور الاهلي احتله. نسبه ملعب الجوهره امبارح نسبه الحضور كانت 70-30، يعني جمهور الاهلي كان 70% وجمهور الاتحاد 30% في السعوديه. ما تتكلحوش معانا. السلام عليكم.